في الحلقة دي هنتكلم عن علي كلاي وهي كيمياء وفن الحرب ودرش وكلهم بيحبوا مودي. ودلوقتي خليني اقول لك يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ انا نرد افلام، والنهارده جاي اكلمك عن مسلسلات رمضان، وده الجزء الثاني من حلقتنا. ولو ما شفتش الجزء الاول يا ريت ترجع تشوفه. وخليني اقول لك برضو ان الحلقه دي بتتصور يوم 10 رمضان زي الحلقه اللي فاتت بالظبط. وخلينا نبدا كلامنا بمسلسل علي كلاي بتاع احمد العوضي. بص يعني احمد العوضي جوه بيعمل كل حاجه، ملاكم وعنده بيزنس ولقيط وشهم ورجوله، وبيضرب 100 راجل لوحده، وبيقف مع الغلبان، وقال لمراته ان هو ما بيخلفش عشان ما يجرحهاش، ومش بيشرب ولا بيسكر وناقص يطير. يعني والله ما استبعدش ان هو يطير في مره. المسلسل بقى قصته هتحس انها مسلسلات احمد العوضي اللي فاتت كلها، وضايفين عليهم حته كده من سيد الناس، المسلسل بتاع السنه اللي فاتت اللي كان كله بيزعق فيه ده. بجد في كميه ديجافو بتجيلي وانا بتفرج على مسلسلات السنه دي. ايه التكرار اللي بيحصل ده؟ وايه الشهامه اللي انت فيها دي يا فنان؟ الدراما الشعبيه بقت عباره عن قالب كبير كله عمال يكرر فيه ويحلبه. ومسلسل علي كلاي انا حسيت ان جزء كبير منه هو بجد ريميك لمسلسل سيد الناس، واللي هو ما كانش حلو برضه بالمناسبه. انا اتمنى ان الحلقات الجايه يكون فيها احداث وتفاجئني اكتر من كده، ولو ما فاجئتنيش يبقى على الاقل تبقى احداث ممتعه وخلاص، حاجه ما احسش ان انا شفتها قبل كده بنفس التفاصيل هي. واتمنى برضه ان احمد العوضي يبطل ينشف فكه كل ما الكاميرا تعمل كلوز على وشه بقى، مش كده برضه يا فنان. بس يلا الحمد لله كله خير، والمسلسل ده 30 حلقه. تاني مسلسل معانا هو مسلسل هي كيمياء، ومسلسل 15 حلقه من بطوله مصطفى غريب ودياب وميشيل ميلاد. وتعرف يا حبيب اخوك المسلسل ده لو كان من بطوله حد غيرهم ما كانش هيبقى حلو، وما كانش هينجح النجاح اللي نجحه ده، لان الممثلين دول شاطرين قوي قوي ان هم قادرين يضحكونا من خلال كتابه المسلسل هي مش اقوى حاجه فعلا، والتلاته بيبذلوا مجهود عالي لانهم هم بجد شاطرين. قصه المسلسل باختصار بتحكي عن سلطان دكتور في شركه الميه وغلبان قوي، ويوم وفاه ابوه بيعرف ان له اخ اسمه حجاج، واخوه حجاج ده يبقى تاجر مخدرات. والكوميديا طالعه في ان شخصياتهم عكس بعض. فانت دلوقتي هتيجي تسالني يا عم النرد، طب دي تفرق ايه عن فيلم الكيف بتاع محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني؟ هقول لك لا، ما هي ما تفرقش حاجه. مصطفى غريب اللي عامل دور سلطان في المسلسل اتريق على الموضوع ده وهو بيكلم اخوه حجاج، وقال له انت عايزنا نبقى زي فيلم الكيف. وانا الحقيقه مبسوط لمصطفى غريب انه قدر يخرج من مساحه ان هو مساعد البطل اللي دايما بيسند الكوميديا لمساحه ان مصطفى غريب بقى شخصيا هو الكوميديا وهو البطل. ودياب كالعاده اي دور بياخده بيفاجئنا قد ايه هو شاطر ومتقن للتمثيل، وغير كده دياب صوته حلو قوي. فقطعا مسلسل هي كيمياء هو افضل مسلسل كوميدي في النص الاول من رمضان. وتالت مسلسل معانا هو مسلسل الشابو يوسف الشريف فن الحرب، وده مسلسل 30 حلقه. المسلسل قصته بتحكي عن زياد، واللي ابوه رجل اعمال كبير ودخل السجن، وزياد كان شغفه التمثيل بس بيسيب شغفه وبيروح في رحله لاسترجاع فلوس ابوه، واللي النصابين نصبوا عليه وورطوه ودخلوه السجن بسببها. فزياد بيلم حواليه بعض الاشخاص اللي هيكونوا عصابته واللي هيساعدوه في استرجاع الفلوس دي. حاسس انت ان قصه المسلسل كارفه على 100 وش، مش كده؟ ده كمان طريقه زياد في استدعاء افراد عصابته نفس الطريقه اللي حصلت في فيلم ناو يو سي مي. ومش بس كده، بعد ما كل خطه بتنجح بيحصل كده فلاش باك بيشرح لنا ايه اللي حصل، وايوه بالظبط زي اللي كان بيحصل في لا كاسا دي بابيل. الله ينور عليك. فالقصه نفسها انت هتحس انها مش غريبه عليك خالص لانها مدخله حاجات كتيره قوي في بعض. بس هل ده معناه ان المسلسل ده سيء وما يتشافش؟ بالعكس، لا، مستوى المسلسل كويس ويتشاف عادي، بس المهم ما ترفعش سقف طموحاتك قوي، يعني اتفرج وانبسط وخلاص. والمسلسل الرابع هو مسلسل درش، والمكون من 30 حلقه، وبنفس قصة مسلسل السنه اللي فاتت تقريبا زي ما هو. يمكن قصه المسلسل بس هي اللي جديده شويه عن نوعيه اعمال مصطفى شعبان. القصه بتحكي عن درش صاحب وكاله عطاره، واللي بتحصل له حادثه بيفقد فيها الذاكره، وبعدين يكتشف ان له حيوات سابقه واشباح بتطارده من ماضيه. القصه في حد ذاتها حلوه وجديده على اعمال مصطفى شعبان، بس انا محتاج اعرف بقى ليه لازم كل جمله يبقى اخرتها في قافيه؟ وليه كل جمله ينفع تتكتب على ظهر توك توك؟ يا اخوانا والله الناس الشعبيه مش بتتكلم بالطريقه دي. وبرغم ان القصه نفسها من فوق هي ماتيريال قوي ويطلع منها احداث فرعيه كتير، بس في حاله ان القصه دي كانت اتحكت صح. في المسلسل بقى القصه مش بتتحكي صح، وفي مط كتير، ومفيش بربع جنيه بناء للاحداث، حاجه تخليك كده تمسك التليفون وانت بتتفرج من كتر الزهق اللي انت فيه. بس كالعاده اتمنى ان الحلقات اللي جايه من المسلسل تكون احسن من كده. واخر مسلسل معانا هو 15 حلقه، وهو مسلسل كلهم بيحبوا مودي. بص هو انا شخصيا ما اعرفش انا بتفرج عليه ليه، بس هو احداثه سطحيه بدرجه تخليك
ليه مسلي جدا. بس ده لو بنتكلم من وجهة نظر نرد افلام، انما انا في الحقيقة شفت المسلسل ده عشان البوستر بتاعه. يعني انت شايف البوستر بتاعه فيه ايه؟ ما لازم اشوفه. قصته ببساطة بتحكي عن مودي، رجل اعمال هاي كلاس، كل شوية بيتجوز واحدة شيك لحد ما شركته بتتعرض للافلاس، فهو بيضطر انه يتجوز واحدة غنية عشان تنقذه من اللي هو فيه. بيتجوز ايتن عامر واللي هي من عيلة جزارين وشغالة في مذبح. فانت دلوقتي تسألني تقول لي طب هل المسلسل ده يضحك؟ هقول لك يمكن، بس مش بنسبة كبيرة، بس قطعا هو هيسليك قوي. طب هل يا عم نرد افلام ترشح المسلسل لحد؟ هقول لك لا بصراحة. بصراحة يعني أنا صريح معاك، ولكن يمكن من الحاجات اللي تحسب لياسر جلال إن هو متنوع في أعماله، يعني تقريبا بيمثل في كل الكاتيجوريز، ودي حاجة مش منتشرة. بس مسلسل زي ده ما يقارنش مثلا بمسلسل جودر اللي كان بيعمله السنة اللي فاتت. وبس كده يا حبيب أخوك، بكده نكون اتكلمنا عن 10 مسلسلات في النص الأول من رمضان، وهتلاقي الحلقة اللي فاتت فيها أول 5، يبقى روح شوفها لو لسه مش شفتها. لو أنت عندنا على يوتيوب سبسكرايب بقى والحاجات الحلوة دي، لو عندنا على فيسبوك لايك برضو والحاجات الحلوة دي. وبس كده، سلام عليكم. قفل يلا.